كشكول التأسيس. كشكول التأسيس معايا أو كورس تأسيس المدرسين أو كورس تأسيس الأطفال، هي الاسم البرنامج اللي هنشتغله مع بعض، اللي هناخده مع بعض خطوة خطوة مع كل أم أو كل مدرسة حابة تشتغل في المجال وحابة تستغل الأجازة أو حابة تبدأ في أي وقت من السنة مع طفلها. هنشتغل مع بعض خطوة خطوة، هنخلي بالنا من تفاصيل كتير بتقع من أمهات كتير أو للأسف بعض المدرسات، وكمان هنمشي مع بعض بخطوات تقدري تعملي الكشكول ده ملزمة ليكي، تقدري ترجعي له في أي وقت أو تاخدي منه الجزء اللي يناسب المرحلة اللي طفلك بيعدي بيها. يعني مثلا أنا لو هتكلم عن مرحلة التأسيس هتكلم عنها إن هي 3 أجزاء: بداية، معرفة، تمييز. أنا أسفة، تميز. يعني إيه البداية؟ يعني أنا لو عايزة أبدأ في مرحلة التأسيس لازم أخلي بالي من كذا حاجة. أول حاجة الوقت. هو أنا طفلي يبتدي إمتى يا ميس؟ السؤال ده بيجيلي كتير قوي. ده عنده 4 سنين يبتدي ولا لسه؟ ده اتأخر، عنده 3 سنين، عنده 3 سنين ونص. طب هيبدأ إمتى؟ أول ما يبتدي كام سنة؟ يتم كام سنة يبتدي؟ خلي بالك توقيت بداية الطفل لمرحلة التأسيس مش مقتصر على عمره فقط. مش هقولك طفل يبقى عنده 3 سنين ونص يخش ويشتغل، لا. انا هقولك ان في كذا حاجه، من ضمنها ان الطفل يكون التخاطب بتاعه كويس قوي وبيتكلم كويس عشان اقدر اخليه يقرا ويكتب الاتنين. من ضمنها برضو ان وعي الطفل وادراكه اللهم بارك يبقى زي الفل، يعني طفل سوي. طب والطفل اللي مش سوي هنشتغل، بس مش هنشتغل معاه في وقت زي ده او بطريقه مختلفه. تاني حاجة تنمية المهارات. ايا ما كان وضع طفلك لازم يبتدي بتنمية المهارات. تنمية المهارات مش مقتصرة على الاطفال الغير اسوياء. تنمية المهارات ملهاش علاقة بان طفل زوي كويس وزي الفل وسوي ما عندوش مشكلة في حاجة، لا يا فندم. تنمية المهارات دي حاجة مهمة قوي للطفل السوي وغير سوي، لكن كل طفل ليه شغله. طفل سوي بيشتغل تنمية مهارات بطريقة معينة، طفل غير سوي بيشتغل تنمية مهارات بطريقة مختلفة خالص. لكن تنمية المهارات دي مهمة قوي. تنمية المهارات دي اللي بتعرض طفل حاجات كتير قوي 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 قبل ما يشتغل اكاديمي والف وب وواحد اتنين واي بي. ده بيشتغل على تفاصيل كتير تخص ادراك وتركيز الطفل اللي بتخدم الاكاديمي بعدين. طيب المعرفة ايه؟ ما اقدرش اشتغل ادي دروس تاسيس او عايزه اسس طفلي او ابقى مدرسه في مكان وانا ما عنديش خلفيه بترتيب منهج التاسيس، دي كارثه. لازم تبقي عارفه ايه بيتاخد بعد ايه، وبعد الحروف بعمل ايه، بعد الحروف وبعد الحركات القصيره، وامتى ادي الحركات الطويله، امتى اقسم الكلمه، امتى ادخل ضماير. الترتيب مش حاجه سهله. الاخطاء، يعني ايه اخطاء؟ يعني انا عارفه كويس قوي ان في حاجات شائعه امهات كتير بتقع فيها وبعض المدرسات. يعني اشهر خطأ مثلا هنتكلم فيه هو ماسك ايد الطفل. صدقيني دي كارثه. كارثه اي ام بتعملها في ابنها او حتى مدرسه الله يسهل لها حالها بتكون عايزه تخلص او فاكره انها بتساعد الطفل، اصله صغير، اصله في البدايه، اصل الطبيعي ان انا اساعده. لا يا فندم، ماسك ايد الطفل هيعلمه على الاعتماديه، هيضعف عضلات ايده اللي اضعف مما تتخيلي، ومش في الشكل العام ولا مسكته للحاجه، دي حاجات داخليه داخل عظمه اللي لسه بيتكون ولسه بيشتد. وفي نفس الوقت عمره ما هيهيئه يمسك قلم، ولو مسك القلم بياخد اسبوع، مع الطفل اللي بيتمسك ايده هياخد شهر، لانه دايما مرخي عضلاته مستنيكي انت تضغطي عشان هو يضغط. اعتماديه. تنوع التدريبات ده اللي بيميز المدرسة عن غيرها، او بيميز طفلك لو انت اللي بتأسسيه عن غيره. لما انوع له تدريبات انوع له ادراكه واخليه متميز. اي شكل تدريب ما يتخضش منه، ده خده معايا، ده خد اكتر من كده. الاختبارات والمراجعه حاجات بتقع من ناس كتير. الطفل ما شاء الله بيذاكر، يلا اللي بعده اللي بعده، خدنا الحروف، يلا حركات قصيره، يلا حركات طويله، يلا شده، يلا سكون، يلا فتح، يلا كسر، يلا ضم. حلو قوي ان الطفل تمام ومامته متابعه واللهم بارك على ادراكه. اقفي واعملي مراجعه، حتى والمراجعه يحلها في 5 دقايق، حسسيه انه ياخد نفسه. اعملي اختبار واعملي له جايزه عشان عمل حاجه كويسه وجاب 50 من 50، 30 من 30. الاختبارات والمراجعه مش ترفيه، الاختبارات والمراجعه ثواني نلم اللي فات نبص عليه كده. ده انا بعمل اختبارات على طول. اعملي اختبار كبير، اختبار شامل، اختبار فيه تفاصيل كتير، اختبار بوقت. مش بسيبه اما يخلص ونبتدي حصتنا، لا، ده انا عايزه الحاجه دي تحل دلوقتي في 10 دقايق، في نص ساعه، في ربع ساعه. دي خطوات مهمه قوي عشان اقول يلا تأسيس. عشان اعلم حد يشتغل صح لازم يكون عارف التفاصيل دي.
كشكول التأسيس مليان مفاجآت ومعلومات مهمة قوي. ده أول جزء، في حاجات كتير شفوي قلناها، كل ده هنبتدي نشوف تطبيقه معانا عملي بإذن الله.